وأبوها اللي يتزوج الفنانة دينا بطة. دينا بطة أنا بسبب إن أبو حلا ترك قاعد يضربها، أبو حلا ترك قاعد يضربها بحلا ترك، يعني دينا بطة يضربها بحلا ترك. دينا بطة ما حبيت أسمع أغانيها ولا حبيت أعرف لها شيء. لكن أمس شفت لقاء لها مع فايز المالكي، حسيت إنها مسكينة، حسيت إنه يطلع منها شيء حلو. فأنا أقولها يا أختي، يا أختي حافظي على فنك، حافظي، لا تدخلين الحياة الاجتماعية في حياتك الفنية. يعني هذا الموضوع راح يأخرج، صدقين راح يأخرج. أنت قاعدة تمشين ورا هذا زوجك اللي قاعد يشوه سمعتك، وأنت فنانة محتاجة سمعتك، محتاجة ناس شعراء يعطونك شعرهم، محتاجة ملحنين يعطونك لحنهم، فأنت محتاجة